السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم في فيديو جديد مع أحمد والمفترية. دلوقتي احنا طالعين ندرب المفترية اهو. هنتحرك على أرض التدريب، بينها وبين البيت مثلا حوالي نص ساعة، بتاع حوالي 18 كيلو كده. فهنروح بإذن الله عشان نعرف نفك المفترية، وانتظروني نتفرج على آخر الفيديو عشان تتفرج على المفترية وهي مفكوكة خالص، يعني مفيش حبل في رجليها وكده. فانتظروني، يلا. هروح أرض التدريب وهنكمل بقية الفيديو مع بعض. يلا سلام. زي ما انتم شايفين كده داخلين نحط بنزين اهو عشان نروح أرض التدريب، وبعد كده هنتحرك على أرض التدريب. يلا يا باشا، انتظروني بعد ما احط البنزين هجيلكم. قلنا خلاص أرض التدريب في وشنا اهي. واحنا بنختار المكان ده علشان بيكون فاضي مفهوش ناس، فبالنسبة لنا الدنيا بتبقى حلوة. بتعرف تقعد بتطير براحتك، محدش بيجي يتكلم معاك فاهم، تعرف تقعد ايه على قد ما تقدر. ده مكان الاستراحة بتاعتنا، وهنا مكان أرض التدريب بتاعنا، وهنا داخلين اهو الاستراحة اللي احنا بنقعد فيها وكده. وأرض التدريب الجنب التاني. بنستنى لما الشمس تبدأ تضلل، ونبدأ إن احنا ندرب طيرنا. هنا ممكن نفرع الطير عقبال ما ايه الشباب يجي. وفي شاب هو قاعد جوه كرولوس تقريبا قاعد بطير واحد اتنين بس. قالنا اهو لقيت كيرو قاعد بالطيره بيعلمها. الدكر ده صح، دكر الستيف لسه جاي جديد. بيعلمها، وهنعرف ليه كرولوس عامل كده في الطيره. تمام، كرولوس هيشرح لنا دلوقتي. قول يا كيرو. ولا اجيب المايك؟ اصبر اجيب المايك. طيب ثواني هديله المايك. هديله المايك. بص يا شباب، انا دخلت دلوقتي على كرولوس، لقيته ماسك الطير زي ما انت شفته كده في الاول. بس هو قال لي اشرح انت، فاداني الطير. الطير احنا سايبينه ليه كده؟ علشان الطير بيكفخ. هو الطير لما بيكفخ بيرمي نفسه زي ما انتم شايفين كده. فاحنا بنسيبه زي ما على وضعه كده. هو هيزهق منه لنفسه، بحيث ان انا لما اجي اعدله يروح خلاص بقى هيقف على الدس، لان الدم بيبقى نزل في دماغه تحت، فهيبطل ان هو يكفخ كده تاني. فانا هروح رافعه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. هيرمي نفسه عادي. ده بيبقى عشان الطير لسه جاي وحش، فهو بيخاف. فهو بيبقى خايف ان يواجه الانسان وكده. فزي ما انتم شايفين كده هيفضل رامي نفسه. انا افضل مش علقه شويه حلوين عادي جدا، ما ازهقش منه. هبدا ان انا اعدله تاني. اعدله زي ما انتم شايفين كده. برضو هيرمي نفسه. هسيبه شويه تحت حلوين. خليه شويه، ربع ساعه، 10 دقايق، 5 دقايق، على حسب. هو هيزهق لما اجي انا اعدله تاني، وهيبدا ان هو يقف على ايدي. بصوا انا ماسكه حتى هو مش خايف منه. مع ان هو عايز اقول لكم الطير هو جاي وحش ممكن يضرب ويعور اللي ماسكه او اي حاجه. لكن الذكوره حتى لما تيجي تعض تبقى عضتها خفيفه عن الانتاج. انا ممكن اسيبه كده زي ما انتم شايفين كده عادي. هو بدا ان هو ايه، ممكن ان هو ما يبقاش خايف مني. ابدا ان انا اعمل ايه بقى لو هو واقف على ايدي زي كده؟ ما حسسش عليه، بحيث ان انا ما مدش ايدي اكني بهجم عليه تاني من اول وجديد، فما يخافش مني. هبدا ان انا اوريكم دلوقتي لقطه. مش مهم يقف برجليه، المهم ان هو يتقبل ان هو يقف اصلا. اقف يقف مش عايز يقف. زي ما انتم شايفين كده هيفضل كده حبه حلوين لغايه ما ربنا يكرمه معانا ويقف. زي ما انتم شايفين كده انا مش همد ايدي، مش هعمل اي حاجه، بس يتقبل ان في انسان قدامه. المهم ان هو يبقى شايف ان احنا خلاص سيطرنا عليه بس. وده ليه الطير بيكفخ اصلا، وليه ان هو احنا هنتعلم دلوقتي. يعني احنا كده بدأنا نعرف ليه الطير بيكفخ، وبدأنا ان احنا نعرف ازاي بنتعامل مع الطير زي ما انتم شايفين كده. بس وعادي هو عايز يعض وكل حاجه نديله يعضنا، مفيش مشكله. بس عادي الطير هدي اهو، وقعد على ايدينا ولا اي حاجه، مفيش مشكله خالص. بس وانا هنزل لكم دلوقتي المفتريه وهتشوفوها معايا. يلا سلام. انتظروني هنكمل بقيه الفلوج مع بعض. وهنزل لكم المفتريه دلوقتي. لازم هعرفكم ليه احنا قبل ما بندرب لازم ليه ان احنا نشمس الطير وكده ونقعد بيه شويه، علشان يعني هنعرف سوا مع بعض. بس اقفل. بص بقى دلوقتي لسه جايب المفتريه معايا اهي عشان نزلنا ارض التدريب وكده. هقعد بالطيره بتاعتي شويه، احط البرعه زي ما انتم شايفين كده. لازم اعرف الطيره على المكان. يعني هي الطيره عارفه المكان وكل حاجه، بس لازم
زي ما انتوا عارفين لازم اعمل ان انا اشمس الطيره وكده قبل من ان انا ادرب. لازم افرع الطيره بحيث ان هي تهدى وتشوف الجو وتشوف السماء وتشوف ارض التدريب وتشوف الكلام ده كله. طبعا الطيره الحمد لله هديت خالص. دي مش المفتريه اللي احنا متعودين عليها زي ما انتم شايفين كده. هديت اهي، حتى في تعاملها، حتى في عضها، حتى في كل حاجه. يعني بصوا، يعني بقيت انا وهي زي السمنه على العسل. بس وانتظروني، هبدا ان انا ادرب كمان شويه بس لما الشمس تبدا تهدى، وهنشوفها النهارده باذن الله وهي مفكوكه برضو. يلا ماشي. ما شاء الله بيساعدنا اهو. ده احسن واحد في السقاره معانا. والله العظيم تعبان جدا، يعني شكر جدا ليه. اكتر واحد تعبان معانا في السقاره، في حياه السقاره اللي معانا دي. طبعا الطيره ذكيه جدا، واقفه عارفه ان هي بتشمس، يعني عارفه ان في شمس، عارفه ان هي بتشمس دلوقتي، بحيث ان احنا برضو احنا بنشمسها، بحيث ان هي لو عايزه تشرب او اي حاجه وتظبط ريشها الكلام ده كله قبل الطيران. والشمس برضو تكون هديت شويه عشان نعرف ندرب الطيور وتبدا ان هي تقف عادي تشمس. طبعا كله هيسال احنا ليه موقفينها على وقر حديد وده غلط والكلام ده كله. احنا بس عشان ما فيش مكان نربطها فيه، وده بيبقى غلط ان انت مثلا الطير هتغرقه ميه وتبقى سايبه حر. فاهمين؟ فاحنا دلوقتي بس يا دوبك ان احنا ايه، مجرد ان هي تشمس بس. بس تستنوا معايا، هفرجكم واحنا بندربها. هندرب بقيه الطيور اللي انتوا شفتوها معايا. بصوا يا شباب، هنبدا دلوقتي التدريب. انا هبدا ان انا اول حاجه اعرض عليها الاكل. زي ما انتوا عارفين الطيره مفكوكه. الطيره هي مفكوكه. بصوا، هبدا ان انا ايه اوكلها. هبدا ان انا انزل على الطيره على الارض اهي، وهي ليها حريه الاختيار، يا هتهرب يا هتكمل معانا. زي ما انتم شايفين كده الطيره ايه على الارض. هبدا ان انا ادعيها، تعالي يلا، هي 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 هي. ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا برمي الطيره وهي على الارض زي ما انتم واخدين بالكم كده. ايه اللي عايز دلوقتي وهنشوف. ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده لسه بتعض، لسه بتعض ايه الاكل اهو. لسه بتعض زي ما هي. انا مش عارف اوصل معاها الحل. لسه بتعض زي ما هي. زي ما نشوف. تعال 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 اهو، اهو. خد تعال، تعال تعال يلا، اهو اهو اهو. لا كده لا، ماشي. لا انت هتيجي طيران. طبعا هي ما جاتش طيران فانا مش هوكلها. انا هبدا ان انا اندق لها اهو. هاجي اقرب من الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوها. تعال يلا اهو، اهو. تتنطط برضو. تعال. بتلعب كيك بوكس انجلترا دي. هبدا ان انا ارميها، هي كانت خلاص اروح منزلها من على الدوس. تمام. هكمل بقى انا مع الطيره تدريب وكده، وانتظروني هنشوف بقيه الطيور معانا. يلا استنوا بقى في فيديوهات الريلز. سلام. بص هنا خلصنا تدريب مع المفتريه اهي. يلا يلا هنبدا التدريب مع بشرى. بشرى هناك اهي. بشرى يلا. بشرى يلا. بصوا اهي جايه اهي. بدأنا تدريب مع بشرى زي ما انتم شايفين، ومعانا العقبان اهي، بيت العقبان. وزي ما انتم شايفين كده سيبنا بشرى خالص. عايز اقول لكم بشرى من غير سبوق خالص. يعني هو حتى احنا بصوا ما فيهاش ولا سبوق ولا اي حاجه في رجليها. زي ما انتم شايفين كده الطيره حره، لو عايزه تهرب كانت هتهرب. زي ما انتم شايفين كده. ومعانا هنا الباشمهندس. بصوا الطيره كمان ولا اي حاجه، ولا بتخاف ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله. الطيره بدات تحوم اهي. بتشوف حته عاليه تقف عليها. مش تحوم. بصوا بقول لك عبد الله معاه اكل. يلا وراه وراه وراه. يلا بقول لك معاه اكل، اهجم عليه بسرعه بسرعه بسرعه، اجري وراه. شباب نلكم في اخر الفيديو اهو.
الطير واقف على الايد اهو زي ما انتم شايفين كده، بعد ان هو قعد يكفخ ما شاء الله بقى واقف هادي اهو مع الباشمهندس. احنا خلصنا تدريب النهارده اهو مع المفترية ومع بشرى، هيوكلوها اخر وجبة. طبعا المفترية عايز تنزل، وكلوها هناك كده اخر وجبة. خلاص كده احنا كده خلصنا التدريب. فيديو جديد مع المفترية وانا وهي اتصالحنا خلاص اهو، وان شاء الله الفلوج ده يعجبكم جدا. معانا بقية العقبانة اهي، ومعانا هناك بشرى يوكلوها اخر وجبة عشان خلاص هنتحرك. زي ما انتم شايفين كده انا وهي خلاص اهو اتصالحنا والدنيا معانا بقت ايزي. يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك، واللي عايز يسأل في حاجة ممكن يبعتلي على الانستجرام.